السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا كويسين ويا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما يعود علينا الايام بخير. والله رمضان هيوحشنا جدا جدا جدا. آه، انا مش عارفة، انا النهاردة جاية اكلم الناس الزعلانة ان رمضان خلص. طبعا احنا فعلا زعلانين ان رمضان خلص جدا. طبعا برضو زعلانين جدا ان رمضان خلص بسرعة رهيبة، من غير ما احنا نحس. تمام. طيب، بس ده حاجة تزعلنا؟ لا، ما تزعلناش، دي حاجة تفوقنا. عايزاكي تبقي قوية، عايزاكي دايما ما تخليش تفكيرك في اللي يزعلك، لا، تخلي تفكيرك في ان اللي حصل هيبقى بداية جديدة ليا. تمام. يعني على سبيل المثال، احنا طبعا زعلانين ودي مشاعر طبيعية، دي فطرة، زعلانين خالص ان رمضان خلص. وانا عايزه اقول لكم ان انا من ضمن الناس اللي ما بحبش اسمع اغنيه والله لسه بدري يا شهر الصيام. والله انا مش بحب اسمعها، وفعلا يعني بتلاشى. يعني لما بقعد اقلب كده في الفيس وتيجي الاغنيه دي بقلب بسرعه، مش عايزه اسمعها. لما بسمعها بقعد اعيط لا اراديا. فبس انا مش عايزه اعيط ومش عايزه ازعل ومش عايزه تحصل الحاجات دي. طيب اسيب نفسي كده؟ لا، اعمل ايه؟ امسك ورق ورقتي وقلمي اللي هو صحابي، انا ماليش غيرهم. اعمل ايه؟ ابدا بدايه جديده. خلي رمضان في نيتك. احنا طبعا مش عايزين ننسى اني رمضان احنا تعبنا قوي فيه. قمنا الليل وختمنا القرآن ودعينا وصلينا وتراويح وتهجد وصيام، ويعني حاجات ربنا يا رب يتقبلها مننا قبول حسن يا رب، وتبقى شفيعة لنا يوم القيامة. عايزين رمضان يا بنات يبقى بداية جديدة لينا. مش عايزينها مش اللي هو احنا زعلانين بقى رمضان. خلي بالكم الشياطين مسلسلة، بس الشياطين مسلسلة. خلي بالكم انها تطلع، يعني اللي هتطلع طالعة جامدة. فاهمين يعني ايه؟ اللي كل واحدة بتتخانق، اللي هو اللي مسمينها خناقة الوقفة وخناقة العيد. طب ليه في خناقة؟ ممكن تبص تلاقي طب ايه السبب احنا مش عارفين السبب. لا، احنا عارفين السبب. ان 30 يوم كبار الشياطين والجن محبوسين، هيطلعوا لازم يعوضوا الشهر اللي فات، لازم. طب احنا نقع فريسه معاهم؟ لا، ما نقعش فريسه. نبقى عارفين جوزك زعلك، قالك كلمه وحشه، عدي. اختك رمت لك كلمه، صاحبتك رمت لك كلمه، عدي. يبقى كله عارفه ان ده مش يعني مش وحاشه من حد، لا، ده الشيطان، ده الشيطان. حاولي ان انتي في المغرب تقفلي بيبانك لغايه العشاء. قفلي بيبانك، اجمع اولادك، ما تخليهمش في الشارع. الشياطين بتطلع في صلاه المغرب، ودي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا في المغرب نقفل البيبان، ولو في اكل نغطيه، ويعني ايه، ونولع ونشغل قران في البيت. تمام. شغلي بكره ان شاء الله باذن الله القران سوره البقره، خليكي كده. اعرفي ان الشياطين طالعه بكل قوتها، واحنا مش عايزين نديها الفرصه لكده. احنا ليه نديها الفرصه؟ لا، احنا مش عايزين نديها الفرصه. فدي اول حاجه، بلاش الخناق، بلاش الزعل، بلاش كلمه احنا اتخانقنا خناقه العيد، وقفه العيد. والله العظيم العيال هي اللي بتتضرر. انت بتتخانقي وبتنام وهو بيتخانق وبيخرج، والولاد يعني ما بصي، خلي ولادك هدف ليكي. اللي هو انا في رمضان، انا في العيد، لا، انا مش هخلي بيتي غير ان هو سعيد. بس خدي قرار، هو قرار خديه وخلاص. انا بيتي في رمضان هيبقى سعيد، بس خلاص. اي حاجه اتقالت، يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحي بقى، سبحي. اي حاجه تضايقك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وخلاص. وتنسي، ولو كنت قايمه قومي وادخلي اتوضي، اتمشي شويه وخلاص. فاهمه؟ والله العظيم اقسم بالله هتكسبي حسنات رهيبه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، تاخديها بنيه ان انت هتفرح بيتك. يعني هتقيمي شعائر الله بان انت تفرح بيتك وتفرح جوزك وتفرح عيالك. هتصبري على الاذى، لو جوزك قال لك كلمه، لو حد قال لك كلمه، لو حماتك قالت لك كلمه، تصبري على الاذى. شوف كل الحسنات دي في ميزان حسناتك. فاهمين؟ طيب، ايه هو الهدف الاساسي من الفيديو بتاعي؟ الهدف الاساسي ان احنا يا بنات عايزين خلاص كده صمنا وقمنا وصلينا
وصلينا وقرينا قرآن ومش عارفة ايه، خلاص بقى كده احنا خلاص هناخد اجازة. لا، اوعي تنسي ان عيد الفطر ده ربنا رزقنا بيه علشان هو هدية الجهاد اللي احنا عملناه والصيام اللي احنا عملناه والذكر اللي احنا عملناه. ولو ما حسيتيش بليلة القدر ما تزعليش، ما تزعليش والله العظيم. يعني انا واحدة من الناس اللي ما بقعدش اسأل متى ليلة القدر، بكرة بعده مش عارفة ايه، هي في العشر الاواخر. يعني خلاص هو 10 اواخر نجتهد فيهم. طبعا احنا في رمضان كله بنجتهد، بس العشر اواخر بنضاعف اجتهادنا، اجتهاد فوق اجتهاد فوق اجتهاد فوق اجتهاد. بس فهو 10 ليالي. وبعدين عايزه اقول لك ان برضو يعني انا والله سمعت شيوخ كتير تقول لك ليله القدر في 84 سنه، ليله مش عارفه ايه. ماشي، انا مع احترامي لكل الكلام ده، بس رب ليله القدر، رب العشر الاواخر، رب باقي رمضان، رب السنه كلها. فانت ادعي والله العظيم، وربنا عمره ما هيخيب لك امالك، وعمره ما هيخيب لك دعائك باذن الله. ربنا بيستحي بان هو يرد ايد عبد ليه. ادعي واستعيني بالله، ما تسيبيش الاجنده بتاعتك، خليكي اعملي جدول لبعد رمضان. تمام. خليها بدايه جديده ليكي. انتي طبعا كل يوم بتصلي تراويح، هو العشر الاواخر بتصلي تهجد وقيام ليل. خليها بدايه حلوه ليكي وبدايه جديده ليكي، ان انتي لازم هدف قدامك، اني انا يعني هوصل رمضان ده برمضان الجاي ان شاء الله، ربنا يعود علينا يا رب الخير يا رب، وما ينقصناش حد ابدا، اني انا هبقى على العهد يا رجاله بصلي كل يوم قيام ليل. طب جيت يوم تعبانه ومش قادره اصلي قيام ليل، صلي ركعتين. وانت بتصلي العشاء ما تقعديش لغايه الثلث الاخير، انت تعبانه، ما تقعديش لغايه الثلث الاخير، صلي ركعتين بس، صلي ركعتين وخلاص ونامي. يعني وصلي الشفع والوتر، اوتري اختميهم بوتر وخلاص، واتكلي على الله ونامي. تمام. ركعتين بقول هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر يعني. بس طبعا الاحسن ان انت تجيبي حتى 10 ايات حتى، يعني عشان ما تكتبيش من الغافلين، فاهمه؟ كل يوم يا ستي اعملي ورد لنفسك ان انت نص جزء. عايزه اقولك وانت قاعده من الموبايل لو قريتيه هتجيبيه. تمام. اول شهر كده، وبعد كده ايه يعني احنا ناس اللهم بارك كانت بتاخد 3 اجزاء في اليوم و4 اجزاء في اليوم، خليها نص جزء. بعد كده ختمت القرآن في شهرين، الشهر اللي جاي لا انا هدف قدامي كل يوم جزء، كل يوم جزء، يعني 20 صفحة، يعني الجزء 20 صفحة، الجزء بياخد مني تلت ساعة. تمام. هلحم رمضان ده برمضان الجاي باني انا اقول اذكار الصباح واذكار المساء كل يوم، هواظب عليهم، وكل يوم ان شاء الله باذن الله، باذنك يا رب، باذنك يا رب، باذنك يا رب يتحط عليهم الصح قدام. تمام. بصي شوفي انتي نفسك عملتي ايه في رمضان، واعرفي ان انتي كنتي كويسه جدا وكنتي هاديه وكنتي حلوه عشان الشيطان كان محبوس. تمام. خليكي حطاه هدف قدامك، ان حاجه حصلت ولقيتي رد فعلك مختلف عن رد فعلك اللي كان في رمضان، اعرف ان ده من الشيطان، وحطي ورا دماغك وقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تفكريش في الموضوع. مش عايزاكي تزعل ان رمضان جاي، ومن زعلك ما تحتفليش بالعيد. قيمي شعائر الله، بالله 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 عليك يا حبيبتي قيمي شعائر الله. انا بكلم كل ست، ما تزعليش مني نكديه. بكلم كل ست. بصي يا حبيبتي انا عارفه ان المفروض احنا نبقى حاسين باخواتنا في فلسطين، والله وحق لا اله الا الله انهم ما انقطع عن دعائي ابدا في رمضان، بس عيالك ليهم عليكي حق، ان هم جوزك ليه عليكي حق. وبعدين احنا ربنا رزقنا بالعيد ده علشان نفرح فيه. ما توقفيش دعاء، ما توقفيش دعاء. بس بيتك اديكي شايفه الدنيا يعني خديها من المنظور ده، والله الدنيا بتنقلب من لحظه للحظه بغمضه عين. على الاقل كل يوم يعدي عليكي وعلى اولادك بخير استغليه على قد ما تقدري، استغليه على قد ما تقدري، بالله بالله استغليه على فرح عيالك يا حبيبتي. هاتي لهم سوداني، هاتي لهم لب، هاتي لهم بسكوت، هاتي لهم حاجات، اعملي لهم جيلي، اعملي لهم كيكه، اعملي لهم حاجات حلوه كده، هاتي لهم بالونات كيس بالونات ب5 جنيه، املي بيتك بالونات، لبس عيالك، فرحيهم، شغلي التكبيرات في البيت، فرحي البيت. متزعليش ابدا ان رمضان خلص، والله باذن الله باذن الله ندعي كتير ان ربنا باذن الله يبلغنا رمضان الجاي لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله، كاملين عددنا يا رب، ودايما مع بعض. وبس ان شاء الله باذن الله رمضان يجي وانا قناتي نجحت. ان شاء الله باذن الله باذن الله. يعني انا والله يعني بذكر الكلام ده والله هو جه في النص كده، ما تنسيش بقى تضغطي لايك وتقولي لي كومنت حلو وتدعي لي فيه.
بس يا حبيبتي والله العظيم باذن الله، يعني طول ما انت هتقيمي وعلى فكره الذكريات اللي انت بتعمليها لاولادك او الذكريات اللي انت بتعملها لاولادك والله ما هتتنسي ابدا، ما هتتنسيش ابدا ابدا ابدا، هتبقى ذكرى كده. عارفه يعني واحده لما باباها يتوفى او مامتها تتوفى تقول الله يرحمك يا واد انت كنت بتعمل لنا كذا في العيد. خلي هدفك قدام عيالك كده ان انت تفرحيهم باقل امكانيات، معكيش امكانيات، باقل امكانيات. ماشي. باذن الله بكره ان شاء الله هنزل لكم فيديو هوريكم توزيعات العيد اللي انا جبتها. انا بحب افرح الاطفال جدا، وبحب ان انا اخلي ولادي يشاركوا معايا في ان احنا نفرح الاطفال ونوزع توزيعات في العيد باذن الله. باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله بكره ان شاء الله هنزلكم فيديو هفرجكم على توزيعات العيد، وهفرجكم على الافكار اللي انا ممكن اعملها عشان افرح ولادي وولاد الناس يعني نفرح كل الولاد ان شاء الله، عشان تاخدي كده حماس وتاخدي كده باور وتبدا ان انت تفرحي اولادك وتفكري بكل الطرق ازاي نفرحهم وتقيمي شعائر الله وتعملي عاداتك الحلوه وتعملي سودانيك الحلوه وتعملي لبك وترمسك الحلو وبس. وربنا يا رب يتقبل منكم وربنا يفرح قلوبكم. اوعي تنسي تحافظي على الصلاه زي ما انتي، تحافظي على ورد قران حتى لو قليل زي ما انتي، تحافظي على اذكارك صباح ليل صباح ليل اذكار صباح اذكار مساء زي ما انتي. اوعي 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 الشيطان يتغلب عليك. حاسبي نفسك حاسبي نفسك، ما تسيبيش نفسك لغايه ما تلاقي نفسك يوم الحساب. كل يوم بيوم تحاسبي نفسك. اياكي اوعي الصلاه، اوعي الصلاه، اوعي تطلعي يوم العيد تعبانه بقى مطبقه من ليله العيد لغايه العيد فتنامي وتسيبي الظهر عليك. بالله نامي مرتاحه، نامي مرتاحه، نامي وانتي قلبك مطمن، مصليه صلواتي، قايله اذكاري، قايله الورد بتاعي. تمام. يا رب يكون عيد سعيد عليكم، ويا رب ان شاء الله باذن الله كل واحده وواحد باذن الله يا رب نبعت لكم فرحه كبيره. وعايزه من الفيديو ده اقول لكل واحد بيعلق عندي شكرا خالص، جزاكم الله خيرا. والله تعليقاتكم دي فوق 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 راسي، وانا بفرح بيها جدا جدا جدا. والله انا عندي عدد قليل جدا في القناه بس والله العظيم بفرح جدا. يعني عايزه اقول لكم انا عندي 37 بس 37 واحد والله فوق راسي. لو عايزين تخدموني اعملوا مشاركة للفيديو علشان قناتي تكبر وتكبر وتكبر ونبقى عيلة كبيرة ان شاء الله بإذن الله. وزي ما احنا متجمعين في الدنيا ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى مع بعض، وساعتها نتعرف على بعض وجها لوجه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.